السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. قالوا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. صلى على الحبيب قلبك يطيب. معانا هنا 2 كيلو دقيق، ومعانا كوباية سمنة وكوباية زيت، وده كيس خميرة فورية. طبعا الدنيا حار، اي معجنات دلوقتي اقل خميرة ليها هتخليها ما تغيبش 10 دقايق وهتخمر معاك على طول. طبعا انا عامله معاكم الجرس الفلاحي قبل كده، ده لبن رايب على حليب. حطيت فيه الملح وقلبته تقليبه بالمضرب كده عشان ايه يشيل يبقى زي قد بعضه زي بعضه. طبعا انا عاملاها معاكم قبل كده، بس في واحده حبيبه قالت لي ينفع سمنه على زيت؟ ايوه ينفع، بس زيت لوحده لا. حط زيت تموين، زيت حلو عندك اللي انت حابه تحطيه على عجينتك، لكن الزيت لوحده على الجرس الفلاحي يا حبايبي بينشفها. وانت عايزه ورصه طريه تعملي منها سندوتش لاولادك، تاكلي منها تبقى حلوه. حباها ناشفه حط زيت، مش هتبقى وحشه، لكن السمنه على الزيت هي حلوه، تمشي معاك النص بالنص عادي. سمنه بسيطه وزيت شويه عداله، بس المهم بيبقى عليها سمنه، حته السمنه اللي بتدي للعجينه طراوه، تخليها لينه وحلو لاي معجنات. سمنه بلدي، سمنه مصفحه عندك، زي ما انتوا حابين. طبعا انا بعجن عجينتي الاول باللبن والملح والخميره زي ما انتوا شايفين كده، اخدمها الاول حلو، وبعدين احط السمنه في الاخر. ينفع نحط المكونات على بعضها كلها؟ ايوه ينفع، ينفع نحطها كلها على بعضها، بس انا حبيت الطريقه ديت احسن من اطلع الاقي امي وجدتي تعمل كده. فانا حابه الطريقه دي ومش حابه اغيرها. ممكن تحط كله على بعضه وهتعجنها وهتطلع جرس برضو زي العسل. طبعا احنا بنقطعوها كور على زي بعضها كده، ايدينا ميزان يعني ولو واحده كبيره واحده صغيره شويه، يعني احنا اللي هناكل مش حد غريب. ربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين عينيكم يا حبايبي، تسلم ايديكم مقدمه. طبعا جبنا قماشة على الصينية بتاعتنا عشان برضو الجرصة بتاعتنا ما تلزقش في الصينية الألموني. لو حابة تمسحي القماشة دي دقيق خفيف خالص، لو عجينة الجرس بتاعتك طرية شوية ماشي، مش هتلزق في القماشة ولا تلزق في الصينية ولا أي حاجة. طبعا عشان احنا خدمين العجينة بتاعتنا حلو وهي طالعة حلوة كده، بتقطع معاكي بسرعة، بتلفيها بسرعة وانت بتقطعها كده، ما بتاخدش منك وقت. ولو حابة تعمليها كده زي البيضة اهي، ايدك كلها كده هتقطعها ميزان واحد. لو انت يعني مش هتعرفي تقطعي ايدك، اللي بناتنا يعني الصغيرين اللي مش هيعرفوا يقطعوا بايديهم ولسه مبتدئين في العلام، هتعمليها كده، هتقطعي بايدك كده هتبقى كلها ميزان واحد، ومش محتاجة مسوية كتير ولا لعبي فيها برضو بايدك كتير تلفها في ايدك ولا اي حاجة. ولو العجينة وانت بتخبزيها برضو طرية، هتفرشي قماشي على اللوح بتاعك او على الصينية بتاعتك او على الطبلية، هتمسحيها بدقيق بس. لو العجينة طرية في الحر دي هتمسحيها بدقيق، اما لو في السقع لو العجينة طرية شوية مش هيهمها اي حاجة. طبعا بعد ما عملناها كلها كده تغطيها بفوطة وهتبدأي خبيز على طول. الخامة بتاعتنا نظيفة وانا غسلاها للعمايل الاكل كده على طول، ما بسيبهاش وحشة، لازم بغسلها حلو وبنضفها ونشفها. طبعا هنحطها برضو قلت لكم طبقات، هنحط قماش على اللوح وبفرش طلعت العجينة طرية شوية، امسحها بالدقيق، والدقيق مش هيعيبها ولا هيعمل فيها اي حاجة. هتيجي تطلعيها من على القماشة تحطيها في الصاج او في الصينية اللي هتطيبي فيها في الفرن، هتطلع معاكي سهلة وحلو مش لازقة فيها.
لا اله الا الله. ولو وصلت معايا لغايه هنا تنسيش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، يا احلى واغلى اخوات. ربنا يديمكم نعمه في حياتي ونحرمش منكم يا رب. طبعا هي ما بتاخدش خبيز معاكي حاجه، هي على الرخامه بالذات بتفرد معاكي بسرعه يمكن عن الطبليه. لا اله الا الله. زي ما انتم شايفين انا ماسحه القماشه دقيق وحطها على اللوح. الدقيق ما بعيبهاش، مش تحطي ياما وتقولي لا ده وحش ده تن في قلبها ده قعرها شاط او كده، لا مسحان بس القماشه بسيط ومبقاش مكلكح تحته. تاكلي احلى شويه جرس فلاحي، طريه وحلوه وواخده لون فوق وتحت وما شاء الله عليها زي بعضي. اعمليها سندوتشات بقى تاكلي منها كده، تغمسي منها على الصينيه كده بألف هنا وشفا للي شاف وللي كان. زي ما انتم شايفين كده احنا طبعا شوينا ريحنا بطاطا في الفرن. كلها طالعه قد بعضها، وانا بطيب في الصواني السمر اللي زي دي السجان خفيفه، ماشي ألمونيا تقيله، بتطيب الحاجه بسرعه وبتلدني. زي ما انتم شايفين دي سمنه على زيت، هي مخليه القرصه زي العسل والطبقتين زي بعض وواخده كلها لون واحد. زي ما انتم شايفين طريه وتلمها في ايدك تعملي سندوتش تاكلي منها كده. طعمها بقى ما قالكمش. 2 كيلو دقيق عملنا الحبة الحلوين دولت، هتاكلي منهم صبحين ومش هتحتاجي ايه تستني بقى تشتري تقف على عيش الطابونة ولا تقفي كده ولا كده. احنا كده اكل وده اكل برضو، بس هي حاجة بنعملها تغيير طعام للأولاد. حرمش منكم يا رب ويدومكم نعمة في حياته ويجبر خواطركم جبرا يتعجب به أهل السماوات والأرض. تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة يا أحلى وأغلى أخوات. ايه رأيكم بقى حبة الجرس دول ما يستاهلوش لايك واشتراك؟ حرمش منكم يا رب. كمية حلوة وما شاء الله عليها، تكيسي وتعينوا في الفريزر زي ما انت عايزة تاكلوهم بنفس اليوم بألف هنا وشفاء على قلوبكم. تفضلوا معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.